ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم الأسعار، يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. عاجل 7 قرارات جمهورية بتعيين عمداء كليات وتجديد الثقة بالآخرين. أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد لعدد من الكليات في الجامعات المصرية، وجاءت التعيينات على النحو التالي: الدكتورة سهير رمضان فهمي رمضان، عميدة لكلية العلوم جامعة القاهرة. الدكتور حمادة محمد محمود حسن، عميد لكلية العلوم جامعة بني سويف. الدكتور ممدوح عبد الله محمد عبد اللطيف، عميدا لكلية الإعلام جامعة بني سويف. الدكتور رشدي شوقي رشدي العدوي، عميدا لكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ. الدكتورة مروة مصطفى راغب محمد حجازي، عميدة لكلية التمريض جامعة بنها. الدكتورة أميرة أحمد يوسف سليمان شاهين، عميدة لكلية البنات للآداب والعلوم التربوية جامعة عين شمس. الدكتورة إيناس محمد محمود عبد الله، عميدة لكلية التمريض جامعة قناة السويس. قرارات جمهورية بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة. أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي صدور قرارات جمهورية بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، وذلك خلال انعقاد اجتماع مجلس الجامعات الأهلية المنعقد حاليا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأوضح الدكتور أيمن عاشور في بيان أن القرارات الجمهورية لإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة شملت جامعة السويس الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة القاهرة الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، جامعة دمياط الأهلية، جامعة مدينة السادات الأهلية. وتضمن القرار الجمهورية رقم 243 إنشاء جامعة أهلية باسم جامعة السويس الأهلية، وتضم 10 كليات، وتشمل كلية طب الأسنان، كلية العلاج الطبيعي، كلية الهندسة، كلية هندسة البترول والتعدين، كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، كلية العلوم، كلية اللغات والعلوم كلية اللغات والعلوم الإنسانية، كلية الأعمال والعلوم السياسية، كلية الإعلام، كلية الفنون التطبيقية. كما تضمن القرار الجمهوري رقم 244 لسنة إنشاء جامعة أهلية باسم جامعة دمنهور الأهلية، ومقرها في حي البستان بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتضم 8 كليات: كلية الصيدلة، تشمل كلية الصيدلة، كلية الطب البيطري، كلية التمريض، كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، كلية العلوم، كلية الإعلام، كلية اللغات والعلوم الإنسانية، كلية الفنون التطبيقية. وتضمن القرار الجمهوري رقم 245 إنشاء جامعة أهلية باسم جامعة القاهرة الأهلية، ومقرها بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتضم 14 كلية، وتشمل كلية الطب، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية التمريض، كلية العلاج الطبيعي، كلية الهندسة، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، كلية الطب البيطري، كلية العلوم، كلية الأعمال، كلية السياسة والاقتصاد، كلية الأعلام، كلية التربية للطفولة المبكرة، كلية القانون. كما تضمن القرار الجمهوري رقم 246 إنشاء جامعة أهلية باسم جامعة عين شمس الأهلية، ومقرها في العاصمة الإدارية الجديدة وادي التعلم والابتكار، وتضم 11 كلية، وتشمل كلية الهندسة، كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، كلية الأعمال، كلية العلوم، كلية الزراعة، كلية اللغات والعلوم الإنسانية، كلية الإعلام، كلية الطب البشري، كلية طب الأسنان، كلية التمريض، كلية القانون. وتضمن القرار رقم 247 إنشاء جامعة أهلية باسم جامعة سوهاج الأهلية، وتضم 8 كليات، وتشمل كلية الطب البشري، كلية الصيدلة، كلية الهندسة، كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، كلية التكنولوجيا أو العلوم الصحية، كلية الإعلام، كلية العلوم، كلية اللغات والعلوم الإنسانية. كما تضمن القرار الجمهوري رقم 248 إنشاء جامعة أهلية باسم جامعة كفر الشيخ الأهلية، وتضم 13 كلية، وتشمل كلية الطب البشري، كلية طب الفم والأسنان، كلية الصيدلة، كلية العلاج الطبيعي، وكلية التمريض، كلية الطب البيطري، كلية الهندسة، كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، كلية العلوم، كلية الزراعة، كلية اللغات والعلوم الإنسانية، كلية الأعمال، كلية الفنون والتصميم. وتضمن القرار الجمهوري رقم 249 إنشاء
إنشاء جامعة أهلية باسم جامعة الوادي الجديدة الأهلية، وتضم 5 كليات وتشمل كلية الصيدلة، كلية الطب البيطري، كلية العلوم، كلية الزراعة، كلية اللغات والعلوم الإنسانية. كما تضمن القرار الجمهوري رقم 263 إنشاء جامعة أهلية باسم جامعة الفيوم الأهلية ومقرها بمدينة الفيوم الجديدة على طريق مصر أسيوط الغربي، وتضم 7 كليات وتشمل كلية الطب، كلية الطب وجراحة الفم والأسنان، كلية الهندسة، كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، كلية التمريض، كلية العلوم، كلية اللغات والعلوم الإنسانية. وتضمن القرار الجمهوري رقم 264 إنشاء جامعة أهلية باسم جامعة طنطا الأهلية، وتضم 10 كليات وتشمل كلية الطب، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية التمريض، كلية الهندسة، كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، كلية العلوم، كلية الأعمال، كلية الأنشطة، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية. كما تضمن القرار الجمهوري رقم 265 جامعة أهلية باسم جامعة الأقصر الأهلية ومقرها بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، وتضم 4 كليات وتشمل كلية السياحة والأزهر، كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، كلية العلوم، كلية اللغات، كلية والعلوم الإنسانية، كلية الفنون والتصميم. وتضمن القرار الجمهوري رقم 266 إنشاء جامعة أهلية باسم جامعة دمياط الأهلية ومقرها بمدينة دمياط الجديدة، وتضم 6 كليات وتشمل كلية التمريض، كلية الفنون والتصميم، كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، كلية الأزهر والسياحة، كلية الأعمال، كلية الأنشطة. كما تضمن القرار الجمهوري رقم 267 إنشاء جامعة أهلية باسم جامعة مدينة السادات الأهلية، وتضم 7 كليات وتشمل كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، كلية الأعمال، كلية الطب البيطري، كلية السياحة والفنادق، كلية الصيدلة، كلية العلوم، كلية علوم الرياضة. ومن جانبه أشار ماهر مصباح إلى أن الجامعات الأهلية تقدم برنامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المعاصر والمستقبلي، كما أنها مزودة بأحدث النظم التعليمية والبنية التحتية المتطورة، بالإضافة إلى معامل مجهزة بأحدث الأجهزة، مؤكدة أن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح، حيث يعاد استثمار الإيرادات في تطوير البنية التحتية والمعلوماتية بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتأهيل الطلاب وفقا لمتطلبات سوق العمل. وأضاف أمين مجلس الجامعات الأهلية أن الجامعات الأهلية تعد من جامعات الجيل الرابع، حيث تعتمد على أحدث النظم التعليمية الدولية ومجهزة بأحدث الوسائط التكنولوجية لخدمة العملية التعليمية والتدريسية والبحثية، كما أنها تقدم برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات ووظائف المستقبل. وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن الجامعات الأهلية الجديدة استكملت مواردها المادية والبشرية لتكون جاهزة لبدء الدراسة بها اعتبارا من العام الدراسي القادم 2025-2026، مشيرا إلى أن عدد الجامعات الأهلية ارتفع إلى 32 جامعة بعد صدور قرارات جمهورية بإنشاء 12 جامعة جديدة، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للجامعات في مصر ليصبح 128 جامعة بعد أن كان 50 جامعة فقط عام 2014، وهو ما يؤكد حجم الاستثمارات الضخمة في منظومة التعليم العالي والتوسع الكبير في إنشاء الجامعات لاستيعاب الإقبال المتزايد على الالتحاق بالتعليم الجامعي، حيث يصل عدد الملتحقين بالجامعات والمعاهد العليا إلى 3.8 مليون طالب خلال العام الدراسي الحالي، ومتوقع أن يصل إلى 5 مليون طالب خلال عام 2030. قبل ما ننهي الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.